السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشواطئ دايما بتكون أماكن هادية ورائعة، إنما تحت الهدوء والجمال ده في وحوش مفترسة مستنية تهجم وتقطع كل اللي تقابله. هكلمكم النهاردة عن أخطر هجمات القرش على الإطلاق واللي تسببت في موت كتير من الناس، وهعرفك التفسير ورا الهجمات القاتلة دي. أهلا بيكم، أنا أحمد حسن ودي قناة معلومة على الماشي. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في صيف عام 1916 في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد على شواطئ ولاية نيوجيرسي، اهتزت البلد كلها على وقع 4 حوادث هجوم لسمك القرش، واللي راح ضحيتها 4 أمريكيين. الشاب تشارلز فينسنت، واللي كان في العشرينات من عمره، وهو أول واحد مات بسبب هجوم سمكة القرش هناك. على شاطئ بيتش هيفن في ولاية نيوجيرسي، سمع المنقذين والحضور صراخ مدوي جاي من المية، ومحدش اتحرك لأنهم كانوا فاكرين إن دي أصوات اللعب والفرحة، إلا إن اللي حصل كان مرعب ومخيف. هجمت على الشاب سمكة قرش أبيض عملاقة وحولته إلى أشلاء وقضت عليه بالكامل. في الوقت ده العلماء ما كانش عندهم فكرة ان ده ممكن يكون هجوم لسمك القرش، وان فكرتهم ان سمك القرش اصلا ما عندوش القدرة على قضم عظام البشر. لكن اللي حصل بعدها خلى كل الناس تنتبه ان في وحش بحري غامض هو السبب في نفس المنطقة ومناطق مجاورة. وخلال 12 يوم من موت تشارلز تم مهاجمة 3 أشخاص تانيين وماتوا كلهم. وهنا بدأت السلطات الأمريكية تتحرك، وتم إغلاق المنتجعات والاستعانة بالعلماء لمعرفة القاتل الخفي ده. وبعدها تم التأكيد إن سبب ال4 هجمات القرش الأبيض الكبير. سبب هجوم القرش الأبيض على الإنسان إنه فضولي حبتين بالفطرة وبيحب يتواصل عن طريق الفك، وفي أسباب تانية كتير، وأهمهم إن القرش الأبيض غذاؤه الرئيسي على الفقمات، ولما بيشوف حد من الناس بيعوم بيفتكره فقمة وبيهجم عليه. أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتحديد يوم 28 نوفمبر عام 1942 حصل حادث هجوم لأسماك القرش راح ضحيته أكثر من 700 إنسان. كانت ناقلة الجنود البريطانية نوفا سكوشيا بتنقل أسرى حرب من إيطاليا لجنوب أفريقيا، وكان على السفينة 134 عسكري بريطاني و650 أسير حرب وطاقم السفينة اللي كان 118 فرد. وعلى بعد 50 كيلو من سواحل جنوب أفريقيا تعرضت السفينة البريطانية لتوربيد من غواصة ألمانية، غرقت السفينة في 7 دقايق بس. والمحزن بعد كده إن الغواصة الألمانية طفت على السطح وخدت 2 من الناجين تستجوبهم، ورفضت إنقاذ الباقيين وتركتهم لأسماك القرش تلتهمهم. ولحد ما وصلت قوات الإنقاذ البريطانية ما كانش فيه غير 190 واحد بس عايش من الجنود والأسرى، وحوالي 700 فرد ماتوا وافترستهم القروش. النوع اللي تسبب في المجزرة البشرية دي كان قرش الزعانف السوداء، واللي اتكلمنا عنه في حلقة القروش. اتفرج عليه وما تنساش تعمل لايك للفيديو. العلماء فسروا هجوم قروش الزعانف السوداء على الجنود ان النوع ده من اسماك القرش بيكون دايما موجود على السطح، ومنطقة الحادث المرعب ده كان بينتشر فيها النوع ده بكثرة، وده اللي ادى للمجزرة البشعة دي. في أواخر الحرب العالمية الثانية وفي يوم 30 يوليو 1945 وفي منتصف الليل، كانت السفينة الحربية الأمريكية USS أنديانا بوليس مبحرة من جزيرة غوام في الفلبين استعدادا لغزو اليابان. وفي نص الطريق بالقرب من خليج لايت اتضربت السفينة الأمريكية بتوربيد ياباني من أحد الغواصات اليابانية، وغرقت السفينة وكان عليها 1196 عسكري أمريكي. قدر 300 منهم إنهم ينزلوا المية بقوارب النجاة، وحوالي 900 شخص نزلوا في المية لابسين سترات النجاة. ومع تأخر فرق الإنقاذ حصلت الكارثة، وبدأت أسماك القرش تقترب منهم وتسحبهم لعمق المية، وبعدها بدأت تفترسهم في مشهد مرعب كان أشبه بالمذبحة اللي منجيش منه إلا 317 بحار فقط. أما الباقي فكان مصيرهم بين أسنان القرش الحادة في مشهد لا يمكن تخيله. السر خلف الافتراسات دي خلى العلماء تختلف في تحديد نوع المفترس أو السبب لهذا الافتراس، على عكس ما كتير متخيل إن القروش حيوانات فتاكة. والصورة الذهنية اللي رسمتها السينما الغربية عن القروش
وقد ايه هي بتحب تصطاد البشر. الواقع عكس كده خالص. عدد الوفيات من البشر كلهم من هجمات القرش بيتراوح من 5 ل10 أشخاص في السنة، ودي نسبة قليلة جدا مقارنة بالناس اللي بيتسببوا في موت ناس تانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. سلام.